كل ده بيحصل على المراية بشكل متأخر، لغاية ما فجأة لاحظ إن وشه بقى متشوه وعينيه كلها أسود، ولقى شفايفه بتتحرك وبتقول سيب مكاني. لكن في الحقيقة هو ما قالش أي حاجة، ووشه ما فيهوش أي حاجة متغيرة. الحقيقة إنه برضه بعد كل اللي حصل ده، على رواية البعض إنه شادي برضه ما سابش الشقة. وفي ليلة كان شادي شاري مايك جديد وبيجربه، وقعد يسجل بيه، يحاول إن هو يتكلم يشوف صوته. سمع في تسجيل من التسجيلات اللي هو كان عمال بيجرب بيها المايك صوت خبط خفيف وصوت أنين ست، وبعد كده صوت رجالة كتير. اللي حصل إن شادي كان موصل المايك ده بالكمبيوتر. فجأة شاشة الكمبيوتر بدأت تدخن والكمبيوتر كله اتحرق. طب شادي ساب الشقة؟ لأ، شادي كل اللي بيحصله ده كان طول فصل الصيف. دخلنا على الشتاء وفي الليلة الدنيا بتشتي جامد جدا، صحي على صوت باب الشقة بيتفتح وهو عايش لوحده. خرج ببطانية من كتر السقعة، لقى المطبخ نوره شغال وسكينة المطبخ وقع على الأرض، والبوتاجاز دافي أكن كان حد بيعمل عليه أكل. رجع لأوضته تاني، لقى إن في واحدة نايمة على السرير، جسمها كله مبلول ومدياله ظهرها. وأول ما بدأ يصوت قال ما أنا قلت أنا مش همشي. لقى نفسه عمال يتكلم بصوت حد تاني، بصوت واحدة ست، وعمالة تقول أنا قلت أنا مش همشي. شادي غاب عن كليته لمدة شهر، لدرجة إن صحابه بلغوا البوليس، حتى أهله مكانوش عارفين طريقه. الشرطة اقتحمت البيت ولقت شخبطة على الحيطان. بعد كده عرفنا إن هو كان بيحاول يكتب على الحيطان باللغة السريانية، وقعد يرسم جماجم ولقوا شادي لسه عايش، ولكن جسمه بقى هزيل جدا جدا جدا، خسر أكتر من نص وزنه. شادي فين دلوقتي؟ محبوس في مصحة نفسية. لو انت كنت تعرف قصة شقة المنيل قول لنا، هل الشقة لسه موجودة؟ تعرف أي حكايات تانية حقيقية عن القصص اللي بتقال في الشقة دي؟ ياريت تعرفنا في كومنتات. شكرا.